إذا من جديد نعود إلى افتتاحية السوق في مصر لجلستها الأولى لهذا الأسبوع، ونتابع معكم المؤشرات الثلاث الرئيسة. يبدو لدينا EGX 30 ميل إلى مكاسب، ولكنها ما تزال محدودة في بداية الجلسة. السبعيني أيضا يرتفع في هذه الأثناء بقرابة 4 أجزاء من 10 نقطة، ويتحول EGX 30 حاليا إلى خسائر. أما المئوي الأوسع نطاقا فإلى مكاسب ولكنها محدودة. إلى تفاصيل التداول. إذا EGX 30 يتراجع بفارق محدود إلى 5626 نقطة. ماذا عن السبعيني هذه المرة وتحركاته إلى مكاسب أيضا محدودة 476 نقطة، والمئوي الأوسع نطاقا كيف يتحرك جلسة اليوم؟ نتابع إلى مكاسب وأيضا هي في نطاق ضيق. ماذا عن نشاط الجلسة وأين يتركز؟ على المصرية للمنتجعات 30,000 سهم، المصريون للإسكان 17,000 سهم، القلعة وراسكم الاتصالات والإعلام، الكابلات المصرية جميعها على نشاط، أكبر رابحين حاليا في السوق المصري. ولدينا القناة للتوكيلات الملاحية يعود ب5% من المكاسب. سماد مصر لدينا يرتفع. الألمنيوم العربية، المصرية العربية ورامكو لإنشاء القرى السياحية جميعها على أعلى مكاسب. أما أكبر الخاسرين في السوق المصري عامر جروب، بنك التعمير والإسكان، المصريون الإسكان وهرمس. فقط 4 أسهم على خسائر. ونتابع بمزيد من التحليل كيف ستبدو عليه تداولات هذا الأسبوع في البورصة المصرية برفقة ضيف من القاهرة السيد محمد جاب الله، مدير القطاع المالي والعمليات في شركة أرب فاينانس للتداول الأوراق المالية. أحييك سيد محمد. صباح الخير. ما الذي ننتظره باعتقادك هذا الأسبوع من أخبار يجب أن تغير في ساحة التداول بالنسبة للسوق المصري؟ والله يعني الشكل، احنا عندنا نوعين من الأخبار. كويس. الشكل أو الأخبار السياسية الحقيقة اتخذ المعارضة أو الشعب المصري شكل آخر بعد أن اعتدنا على ظاهرة المليونيات والاعتصامات. الوضع تطور غريب الأسبوع اللي فات، وأصبح عصيانا مدنيا. كويس. خطورة العصيان المدني الحقيقة في المنطقة اللي هو ضارب فيها، كون ان العصيان المدني يضرب منطقة حساسة زي مناطق مدن القناة، ده بينقلنا او بيدينا تخوف اخر من اندلاع الشرارة للعصيان المدني في باقي مدن القناة وتأثيرها على المجرى الملاحي. وزي ما احنا عارفين ان تلت تجارة العالم بتمر من قناة السويس. ده من الناحية الاقتصادية، وإن كانت المشكلة اتحلت، بس الموضوع بتاع فرج عامر وإن هو أغلق مصانعه، وكان من قبلها بفترة برضو كان الموضوع ده اتكرر مع الأستاذ أبو العينين في مصانع سيراميكا كليوباترا نتيجة لابتزازات عمالية. نعم. الحقيقة احتجاجات ونقابة العمال كانت تقف إلى جانبهم طبعا في هذه الاحتجاجات. بالضبط. بس الوضع أصبح يعني مش عايز اسميه ان هو تحول الى ظاهره، ولكن داخل في طريقه ان هو يتحول الى ظاهره. الامر اللي قد يعيد ترتيب الاحداث او ترتيب الافكار مره اخرى، ان مش دايما العمال هم الجانب المظلوم. اصبحنا العكس، اصبح رجال الاعمال هم الجانب المظلوم ضد او تحت وطأة. هل تعتقد انه ما حدث في هذه الشركه بشكل خاص ابتزاز من قبل العمال؟ أنا أعتقد الابتزازات العمالية كانت قد تفاقمت في الفترة الأخيرة نتيجة أن الثقافة بعد ثورة 25 يناير أن عشان توصل لحقك فأنت ممكن تعمل اعتصام، ممكن تعمل إضراب. وصلت الأمور في بعض الشركات إلى احتجاز رئيس مجلس الإدارة. فأصبح الوضع مش يعني ما تعودناش عليه زمان. كان دايما معترفين أن أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب الشركات هم الذين يبتزون العمال ويمتصون دماءهم. أصبح الوضع العكسي، إما ترفع لي أجري أو تديني أكتر من حقي، إما أنا يعني هبتزك. فدي دي المأساة من ناحية. ماذا يؤثر هذا الموضوع وما مدى تأثير، لأنه أحدث جلب الحقيقة في الشارع المصري أو خاصة في قطاع الشركات؟ ماذا سيؤثر مستقبلا على بقية الشركات التي يتوقع أنه ربما ستنتقل العدوى لها بنفس الطريقة؟ سيد محمد هل تسمعني؟
يبدو إذا أنه فقد الاتصال معي. إذا فقد أذكر من جديد البورصة المصرية وفي تداولاتها نتابع كيف يتحرك إي جي إكس 30 في الوقت الراهن، ما يزال على تراجع والتراجع محدود كما نلحظ إلى 5626 نقطة. متوقع بحسب التحليلات الفنية أن يكون الاتجاه أيضا أفقي في السوق المصري، وكان هنالك بعض من الحديث حول أوراسكوم للإنشاء التي تنافس على مناقصة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في أبو رواش. فقط أذكر بأنه هذا السهم يعد من الأسهم النشطة في السوق والذي يتمتع بميزة ثقل وزنه في السوق المصري. أعود من جديد إلى ضيفي. كنت أسألك سيد محمد أنه هل هنالك خشية من أن تنتقل العدوى إلى شركات أخرى بالنسبة للسلوك الذي يتصرف به العمال؟ ما مدى تأثير ذلك على مناخ الاستثمار في السوق المصري؟ ما من شك طبعا ان احنا يعني نخشى انتقال الشرارة بالنسبة لاحتجاجات العمال والابتزازات العمالية لشركات اخرى، الامر اللي قد يؤدي الى هروب المستثمر المصري فما بالنا بالاجنبي من الاستثمار في السوق المصرية. بالتبعية طبعا هيكون ليها تأثير او مردود سلبي الى حد كبير على الاقتصاد. وان كنت ما زلت متمسك برأيي ان الاحداث السياسية اقوى في تاثيرها من الاحداث اللي الى الان تعتبر فرديه في بعض الشركات. انت ذكرت موضوع هام جدا، انه في خوف كبير على الشركات التي تنشط في منطقه السويس او هذا الميناء الحيوي. كان في سابقا أنه إحدى الشركات أوقفت عملياتها هنالك، ووجدنا في تساؤلات تذكر جيدا على القناة للتوكيلات الملاحية أنه في عليها نشاط وإقبال على السهم. هل هذا يعني بأنه كسهم لن يتأثر بإيقاف الشركة لأداء التشغيل الذي سيدر المفروض عليها دخل في الفترة القادمة؟ ما اعتقدش ان التأثير هيكون بالقوة بالنسبة لقناة التوكيلات الملاحية، لان قناة التوكيلات الملاحية اعتقد ان كان نزل خبر يوم الاربعاء او الخميس ان هنوقف او مصر هتوقف اعطاء التراخيص للتوكيلات الملاحية الا للشركات العاملة في السوق المصرية او اللي تتمتع بجنسية مصرية. بالاضافة لان كان من فترة طويلة كان بيحوم حولها عرض قطري لشراء الشركة، فما اعتقدش ان تأثيرها عليها يبقى بالقوة. أشكرك جزيل الشكر على إثراء هذه الفقرة. ضيفي من القاهرة سيد محمد جاب الله، مدير القطاع المالي والعمليات في شركة أرب فاينانس للدولة الأوراق المالية.